انا قبل ما ابلش بس يعني احب اشكر في ناس وايد دزوا لي ايميلات امس. شوجر رش ما ابي اقول اسمها، مشكوره على القصيده اللي كتبتيها لي. محمد بن عبد الله من دوله البحرين، حبيب قلبي تسلم لي. صديقي صدوق ناصر الدوسري، كل عام وانت بخير. ايضا مخرجتنا قاعد تزفني معلش. ايضا اشكر اسامه العبيد صديقي، واقول له يعني لو الصداقه دوله فاكيد عاصمتها اسامه العبيد. ايضا كويتيه اموره سويتيه، كل الناس اللي دزوا لي ايميلات واشكروني وايدوني. طبعا نبلش معاكم مذيعنا ومذيعتنا. اول شيء في اتفاق امس صار على الهواء بين صالح الراشد وبين فطوم. بس ما راح اقول لك شنو هو الاتفاق. اوكي، يعني هذا اتفاق بيني وبين فاطمه. وهو انا عرفت انه مقلب. خير وبرهان. لا مو مقلب، انا مو مال المقالب، بس هو اتفاق بيني وبين فاطمه. طبعا اكيد وجه لها تحيه وكل عام وهي بخير، ورائد وكل اللي قاعد يطلعونا. فالاتفاق ان شاء الله تشوفه مع الاتصالات. اوكي اوكي ماشي. طيب نورهان كلمينا عن اخر النشاطات اللي قمتي فيها. اخر النشاطات اللي قمت فيها ان انا بحضر 3 افلام سينما، وعملت مسلسلين و4 مسرحيات في العيد. ضغط يا نورهان عليك كثير. يعني بالعكس، يعني عندي وقت فراغ كبير كبير كبير. يعني ما فيش نشاطات؟ نشاطات بمعنى نشاطات، يعني في تحضير للنشاطات، هو ده بالاحرى اللي قاعد بيصير. يعني قاعده بكتب مسرحيه بقالي 3 سنين. بس يعني كل فتره مثلا بركز في الكتابه شويه، بعدين ارتاح يعني اسيبها على جنب. فانا دلوقتي قاعده بكتب فيها ان شاء الله يا رب. يعني شنو نوع المسرحيه؟ اطفال ولا كوميديه ولا؟ لا مش مسرحيه اطفال، مسرحيه اجتماعيه. ويعني نفسي اخش بيها مهرجان ان شاء الله. يلا موفق ان شاء الله. صالح اخر نشاطات؟ مستمر في تقديم برنامج رايكم شباب. وانا كمان. الراي وانت ما قلتيش الاول، ما قلتيش خلاص. هي عشان مع 3 افلام سينما و4 مسرحيات في اليوم، فيعني عارف مشاغلها مسكينه. مزدحمه. فاحنا مستمرين في تقديم برنامج رايكم شباب. انا نشاطاتي كانت يعني مزدهره في الفتره اللي طافت. كنت يعني طلعت على اكثر من برنامج، على اكثر من قناه، وطلعت في الاذاعه مع الفنانه هند البلوشي، وكان يفترض ان اقدم حفله في البحرين مع الفنان. هذا اللي كنت راح اسالك عنه، ان انت كنت في البحرين قبل فتره. صحيح. كنت الاسبوع اللي طاف اهم من النشاطات، كنت الاسبوع اللي طاف في البحرين، على اساس كنا قاعد نصور منتجع خاص لتلفزيون الراي. حلو. فهناك بغى يكون في تعاون على ثاني يوم العيد ان نقدم حفله فيها النجم راغب علامه مع ديانا كرزان، بس ما صار نصيب، كان في شويه عدم اتفاق. وعشان هم يعني مع التلفزيون الراي كان عندي الحلقات في العيد، واحتمال بالنسبه اول السنه ان شاء الله ظل كتب ان ادخل مسلسل. حلو. بنص شهر واحد اسمه آلام وآمال، مسلسل درامي جديد. تأليف منو؟ تأليف كاتبة كويتية جديدة اسمها أوراد أحمد، وإنتاج شركة إنتاج يعني